في يوم واحد من تلامذة مولانا الإمام الشعراوي واسمه الشيخ عبد الحليم الحديدي راح يتوضأ قبل صلاة الفجر في مسجد الحسين، ولما دخل الحمام لقى راجل كبير مديله ظهره وماسك مساحة في إيده وبينظف الأرض، وفي وسط الوضوء لقى مياه من اللي الراجل بيمسحها جت عليه، فقال له مش تحاسب يا حاج. وقبل ما يكمل كلامه الراجل الكبير لف وشه وهو بيقول له معلش يا ابني سامحني ما خدتش بالي. وهنا حصلت له صدمة عمره لما لقى اللي واقف قدامه وبيمسح الأرض هو الشيخ الشعراوي، وما حسش بنفسه إلا وهو بيجري عليه ويمسك إيده ويبوسها كذا مرة وهو بيقول له سامحني يا سيدنا سامحني يا مولانا، وحاول يشد المساحة من إيده ويقول له عنك أنا همسح مكانك، لكن الشعراوي ما رضيش أبدا وفضل مكمل لحد ما خلص. وبعدين دخلوا وصلوا سوا، وبعد الصلاة الشيخ الحديدي قال له يا سيدنا في حاجة عايز أسأل فضيلتك عليها. الشيخ الشعراوي قال له خير يا سي عبد الحليم. الراجل سأله فضيلتك بتمسح الحمامات ليه؟ الشعراوي رد ببلاغته المعهودة وقال أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. الحديدي سأله يعني إيه؟ الإمام قال له أردت أن أؤدب نفسي حتى لا تغتر، وابتدى يشرح امبارح كان عندي محاضرة في جامعة القاهرة وربك والحق لقيت من الناس حاضرة ففرحت في نفسي، ورغم طول المحاضرة العدد كان بيزيد، ولما جيت أخرج شالوا العربية من على الأرض شيل، عجبتني نفسي وشيطاني حسسني بالغرور، ولما جيت البيت قلت جرالك إيه؟ هتنسى نفسك ولا إيه؟ وقلت لازم أكسر نفسي علشان أشيل الإعجاب اللي حسيت بيه وأنسب الفضل كله لصاحب الفضل اللي قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فكان لازم أنزل وأمسح زي ما شفتني كده. رحم الله إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي.